حول. اسد معك. اسد حول. اسد يتكلم. حول. قصف جوي جديد على الجزيرة. قصف جوي جديد على الجزيرة. هجوم مكثف. استمر في القتال حتى صدور اوامر اخرى. علم وسأنفذ. فهد. اسد يتكلم. فهد معك. حول. هجوم مكثف على جزيرة شدوان. العدو مسيطر على الجزيرة. قواته في ازدياد. أفيدونا. حول. دمروا جميع الأسلحة والمعدات وانسحب فورا. سيقوم طيراننا بضرب الجزيرة. نفذ. يا ست هانم، يا ست هانم، يا ست هانم. عايزاني انا؟ ما نستغناش. اللي انا عايزاه فوق اسمه عبد العزيز، انصاف الجزيره، والنبي ما تكسري بخاطري زي الاتنين اللي وصيتهم قبلك. طب تعالي معايا وانا اخليهم يدخلوكي. لا ما اقدرش، اصل امه فوق. امال ايه الخدمه اللي عاوزاني اعملها لك؟ بس يطل من البلكونه. مش معقول. طب تعالي معايا. يا سلام، يا رب يخليكي ويجيبك كل يوم. يا سلام، دي مش طيبه قوي يا ست هانم. وايه حكايه امه بقى اللي انت خايفه تشوفيها؟ هي حماتك؟ لا مؤاخذه يا ست هانم، احنا لسه مش رسمي. هو اسمه عبد العزيز ايه؟ عبد العزيز سراج بشرتين. قولي له في ودنه سعديه عايزه تشوفك. حاضر يا سعديه. سقط عليك الحسين، ما تخلي بيا. طيب اقعدي انت في الاستراحه وانا هبعته. يا قلبي، يا رب يخليك يا رب.
اتفضلي سيادتك. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. نعمة محمود، تشرفنا. رئيسة قسم المرأة في مجلة الخبر. عاوز أعمل ريبورتاج عن أبطالنا في الجبهة من وجهة نظر أمهاتهم أو زوجاتهم. ده شيء عظيم جدا. سهير معها الحجرة رقم 5. حاضر يا فندم. مع السلامة. شكرا. اتفضلي. اما ضربناهم ضرب ياما، مش كده ولا يا ابراهيم؟ تمام يا عبد العزيز. شاكرين يا ابراهيم. يا سلام، ازيك يا اما وازاي الحاره كلها وعم احمد ومرزوق عاملين ايه؟ حلوين كلهم بيسلموا عليك يا ضناي. يا سلام. بسم الله يا ابني. شكرا يا حاجه. شكرا. يا ابراهيم ما تنساش امي يا اخي، خد يا اخي. شكرا يا حاج، الف شكر. شكرا. يا سلام، وحشني اكلك الحلو يا امه. الف هنا وشفا يا ابني. ها اتفضل. اتفضلي. صباح الخير يا أبطال. صباح الهنا. صباح الفل. صباح النور يا بنتي. مدام نعمة صحفية جاية تعمل معاكم حديث صحفي. اهلا بالصحافه والصحفيين. عن إذنك. اتفضلي. اتفضل يا فندم. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي يا بنتي. حضرتك والدة عبد العزيز؟ ايوه يا بنتي، خير ان شاء الله. كل خير. اتفضلي اقعدي. يزيد فضلك يا حبيبتي. أنا محررة في مجلة الخبر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالصحافه والصحفيين. قولي لي، أنا جاية أدردش معاكي عشان أكتب في المجلة عن أم من أمهات أبطالنا. من عينيا الاتنين. اقول ايه يا عبد العزيز؟ مالك يا بنتي؟ شوية هوا. سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. طب اوصفي لي بقى شعورك بعد ما عرفتي اللي عمله ابنك البطل واللي حصل له. هقول لك ايه يا ست هانم؟ الدم غالي والتراب غالي. جرى ايه يا اما، انت تقلبيها غم ولا ايه؟ على فكرة يا عبد العزيز، المشرفة عاوزة كل اللي قادرين يمشوا يروحوا لها. مشرفة مين؟ مشرفة القسم. طب ما تخليها تيجي هنا يا بنتي. تيجي هنا ازاي فين يا اما بس؟ ولا انت عارفه حاجه؟ خدي 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 يا اما بس، اقعدي. ياما المشرفة هتيجي هنا برضه. خليك انت يا حاجة وانا هوصلك. اقعدي. على مهلك يا عبد العزيز. الحكايه بالظبط. طب قدامي دلوقتي. متشكر يا فندم. سعدية. عبد العزيز، الحمد لله على سلامتك يا عبد سعدية، العزيز. وحشتيني قوي قوي. وحشتيني قوي يا بنت. انت اللي وحشتني قوي 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 يا ابني. ليه؟ ازيك يا سعدية؟ تعالي تعالي، عندي كلام كتير لازم اقوله لك. وانا كمان. معقولة حلاوتك دي؟ هو ايه ده؟ على مهلك على مهلك. ازيك يا سعدية؟ وحشتيني. ان شاء الله يا رب اللي فيك يجي فيا انا. بعد الشر عليكي. منهم لله البعد. احنا بنضربهم واحدة واحدة. هوب، العلقة الكبيرة. هيروحوا مننا فين يا سعدية؟ يا رب يا عبد العزيز يا رب. ايه؟ ما تجيبي بوسة بقى. عيب يا عبد العزيز. هات يا بنت. يا لهوي، الناس يا عبد العزيز. عايز اوعى كده يقطعني. كلامك حلو وصوتك حنين. انت بقيت كتير عليا قوي يا عبد العزيز. بكرة تروق وتحلى والبعيد هيقرب يا سعدية. يا عيون سعدية، متهيألي اروح ابوس ايد الست هانم اللي قالت لك ان انا هين. كتر خيرها. عاملة ايه من غير يا بنت؟ هتجنن يا عبد العزيز. ما تجيبي بوسة بقى. عيب قلت لك. الله يا بنت يا بنت ما يا تخافيش. لهوي يا لهوي، عيب عيب والنبي عيب. اصل عبد العزيز ابني طول عمره بتاع رياضه ومتطوع في الصعقه، بيدوله ما هي حلوه قوي. ربنا يخليهولي. تسلمي يا حبيبتي. ها خير يا عبد العزيز؟ ابدا ياما، اصل المستشفى بتشتكي من الزيارات. بيقولوا ان الزوار بيجوا يقعدوا. المفروض ان الجرحى ترتاح. طب اقوم انا بقى. ما اقصدكش انت ياما، خليكي قاعده شويه. اللي بره يا اهل الكهف. في ايه؟ ده القائد بتاعي سياده المقدم محمود. هو كده على طول بيزعق على طول، بس قلبه ابيض زي البافته البيضاء.
تحب سيادتك تشوفيه؟ قوي قوي. اتفضلي اتفضلي. عن اذنك ياما. اهو يا فندم اتفضلي. يا عالم، ساعة اضرب الجرس محدش يرد. ايه الفوضى دي؟ السلام عليكم. ده مش معقول. تحب ابعت لك حد؟ تعالي هنا. تبعتي لي حد يعني ايه؟ انت ريسه ولا على راسك ريشه؟ اتكلمي. انطقي. انت بتشتغلي هنا؟ لا. امال بتشتغلي ايه؟ انا صحفيه اه. وجيت اعمل موضوع معاكم. طب مش تقولي من الصبح؟ وانت اديتني فرصه اقول. اسمك ايه؟ نعمة. جميل. نعمة اسم جميل. رايحة فين؟ رايحه اشوف شغل. ما انا شغلك. مش جايه تاخدي حديث ولا كمنك صحفيه لوز وزي القمر؟ مش معقول الكلام اللي انت بتقوله ده. وسيادتك صحفيه في مجله ايه بقى؟ الخبر. اللي بيسودوا صفحاتها بالكلام الهلس. ما عشان كده جينا نتعلم من سيادتك الكلام الموزون. تعجبيني. استني هنا لو سمحتي. ناوليني كوبايه ميه من فضلك، من فضلك. متشكر. العفو. صحفيه لوز. انت مش معقول. انت اللي مش معقوله. لولا انك كان بقالي معاك كلام تاني. الحقيني بالكلام التاني. من فضلك بقى. طب حطي مخدري ورا ظهري ارجوكي. صباح الخير يا بطل. وكمان الفنانه زينات. ده ايه العز اللي انا فيه ده؟ لا مؤاخذة، مش هعطلكم. بوسة واحدة بس في الصورة. فنانة زيي يهمها قوي تتصور مع بطل زيك. على فكره خدي راحتك خالص. ايه لطفي جاهز؟ عظيم. ميرسي. باي باي. باي باي. خلينا نشوفكم. مجله فين؟ يا مجله، يا مجله. الدم غالي والتراب غالي. إنهم جنود بسطاء لا يملكون إلا حياتهم يقدمونها لمصر. بتكتبي ايه؟ الدم غالي والتراب غالي. صح. والويسكي غالي واللحمة أغلى. يا بختك، مفيش حاجة عندك بتهم، عكس بابا تمام. عشان كده ما تناقص عمر. ضحى بحياته عشان زملائه. عبيد. لو كان بابا عبيط يبقى كل شريف في البلد عبيط. اوه. عبد العزيز ومحمود وغيرهم اللي انصابوا في شدوان هم دول رجالة مصر. بقول ايه؟ خدتي صور حلوة؟ هيعجبوك قوي. هتنشرهم لي بسرعة؟ بسرعة قوي يا حياتي. هو في حد جايلك؟ ابدا، مش منتظرة حد.
طيب مش معقول، خليكي واقفه كده، اخدك صوره وانت واقفه كده، صوره. ايه بس وده وقته؟ مش معقول. فين طب الصور؟ بالراحه عليها شويه، اخد نفسي من السلم. يا اخي وده وقته. هات الصور. اتفضلي اهو. يجننوا. ميرسي قوي. الله، جنان يا عبد القادر. رغاي قوي الجدع. اجنن، ده انا اجنن. عالطبيعة أحلى يا حياتي. بص شوف حبيبتك بتعمل ايه. عارف يا باشا، وريني بتعمل ايه. ده من ابطال شدوان، هتنشرهم لي على طول. على طول يا حياتي. فاطمة، معقول اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ شوفي ازاي الصورة دي تنزل مع المقالة بتاعتي. ده الأستاذ عبد القادر بنفسه بعتها امبارح بالليل عشان تتنشر. يا سلام، تصرفات غريبة حقيقي. ولا يهمك، إنما المقالة بتاعتك هايلة. ايه رأيك في العنوان ده؟ عظيم، بس انت ركزتي على الأم أكتر من البطل. طبعا، إذا كانوا أبطالنا بيموتوا مرة، فأمهاتهم وستاتهم وأولادهم بيموتوا 100 مرة. ده صحيح. أنا هكتب كل أسبوع مقالة عنهم تحت عنوان الدم غالي والتراب غالي. يا اهلا يا ست هانم، يا اهلا، نورتي. صباح الخير يا سعدية. هي صباح الفل. وحشتيني قوي 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 قوي. برضه هتاخديني معاكي زي امبارح؟ وبرضه أم فوق. دي ما بتسيبوش. طب ما نصلحكوا على بعض ونخلع. هو احنا زعلانين علشان نصطلح؟ طب استنيني برضه في المكان هو. حاضر. والله غرقتيني بجمايلك، إلهي يسترك يا رب. منورة يا حاجة. بيك يا ضنايا. عن إذنك أهو، جاي حالا. على مهلك يا ابني، على مهلك. صباح الخير. اهلا مدام نعمت، خلصت الموضوع؟ أنا عملت موضوع مع أم بطل، محتاجة الموضوع تاني مع أخت أو زوجة أو بنت بطل. اه ده يبقى موضوع لطيف. اتفضلي. لحظة واحدة. داليا. نعم يا أبلة. تعالي يا حبيبتي. سلمي على طنط نعمت. أهلا طنط. أهلا يا قطة. مدام نعمت صحفية جاية تعمل معاكي موضوع عن بنات أبطال شدوان. يا حلوة. عن إذنك يا فندم. اتفضلي. نبتدي؟ أيوة. أسأل؟ اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي بقى، بابا كان في شدوان؟ القائد الكبير بتاعهم. وسليمة إن شاء الله؟ الحمد لله يا حبيبتي. طب انتي فرحانة بيه؟ طبعا. ليه يا داليا؟ عشان أنا بحبه قوي. طب قولي لي، بتعملي إيه لما بابا يسافر الجبهة ويروح يحارب؟ تيتا مش عايزاه يحارب. ليه؟ وتملي تعيط أما يسافر. طب وانتي؟ أنا بعيط قبل ما أنام بس. والنبي يا طنط ما تكتبي إني بعيط. أنا كمان كنت بعيط لما بابا كان بيسافر. يعني إحنا الاتنين زي بعض؟ أيوة يا حبيبتي زي بعض. طب تعالى أما أعرفك على بابا. تعالي يا حبيبتي. أهلا أبو نعم. اتفضلي. بابا. وأنا كلمة، تعالي في حضن بابا. والنبي يا بابا ما تزعق في وشها لا تتخض، عشان أنا حبيتها قوي. يظهر إن كل اللي بيشوفها بيحبها. قوي يا بابا. روحي هاتي الليمون طنط نعمة بسرعة. حالا. يلا. اتفضلي. اتفضلي.
اتأخرتي ليه؟ ليه؟ كنت منتظرني اجي؟ من امبارح. ده انا قلت هتنبسطي لما زينات افتكرتك مراتي. مراتك؟ ايوه يعني ام داليا. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه؟ داليا مش عاجباكي ولا ايه؟ يا فندم انا ست متجوزه. عندك اولاد؟ لا. خلاص يبقى اتفضلي استريحي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. ايه يا داليا ده؟ انت كنت محضراهم على الباب ولا ايه؟ يعني مبسوط يا بابا؟ هنبسط اكتر لو خليتيهم يعملوا لي مهلبيه عشان اكلها مع الدواء. المهلبية جاهزة في التلاجة. لا، عايز مهلبيه سخنه طازه. اسمعي يا داليا، اسمعي، اوعي تيجي من غير ما تجيبي مهلبيه. هجيبها لك سخنة نار. لا، خليكي جنبها لغايه ما تبرد. سخنة ولا باردة؟ غلبتني يا بابا. يلا يا حبيبتي. ربنا يخليها لك. في اي وقت ممكن اموت عشان بلدي، لكن ربنا نجاني عشان بنتي. ومامتها؟ الله يرحمها. طب اوصف لي معركة شدوان. حقيقي الدم غالي، بس تراب بلدنا اغلى. شدوان اتحولت لكتلة نار. في اخر لحظة جاتني شظية وجابوني هنا عشان اقابلك، عشان اشوفك وتعملي لي موضوع واتعرف بيكي. المهم خلي بالك من نفسك عشان خاطر داليا. داليا حبيتك قوي. وانا وداليا انا نعمت. كأني بعرفك من زمان. كأني بعرفك من زمان. اهلا يا سعدية. كتر خيرك قوي، ربنا ما يحرمنا منك. قابلت عبد العزيز؟ ايوه يا ست الكل، ربنا ما يحرمناش منك ومن جمايلك. اي خدمه تانية يا سعدية؟ والنبي يا ست هانم انا قلبي انفتح لك قوي، بس باين عليكي مستعجله. لا ابدا، تعالى ما اوصلك معايا. يديكي على قد نيتك وينولك مرادك، قادر يا كريم. تعالي يا سعدية. قد كده بتحبيه؟ يا حستي يا حستي يا حستي، عبد العزيز ده انا بحبه اكتر من ضي عينيا. وهو انا حاسه كده ان مالي عليه الدنيا زي ما هو ماليها عليا، بس بيني وبينك لسه بيستعر مني. ليه؟ بس انا عذراه. عذراه؟ اكمني يعني. ما بتتكلميش ليه؟ ما اتكلمش ازاي وانا قلبي انفتح لك. الكلام ده كان من سنتين. يا ليل 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 يا عين يا الصبر لما يطلبوا عطار
ويتمنوا ما يلاقي. يا عم ادخل بقى، ما تبقاش لخمه كده، انت داخل النار. اكتر يابا، انا مالي ومال الجو ده. يلا بقى بلاش فضايح. نص ويدور وراه البلاد الأدب عطار. يلا بقى الناس يقول علينا ايه؟ صبرت عالصبر ما صبرش معايا الصبر، يا خاين الود لو تعرف ايه شايف؟ انت بتضحك. اتفرج وانت ساكت. يا حبيبي. الله يسلم، الناس دايخه قوي. عبد العزيز بطل حتتنا، بطل الصعب. السلام عليكم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا اهلا زيزو بيه، شرفت القعده بيه. اهلا زيزو بيه، شرفت القعده بيه. واهلا زيزو بيه، حدش بيشوفك ليه. اهلا زيزو بيه، حدش بيشوفك ليه. واهلا اهلا 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 زيزو بيه، اهلا زيزو بيه، شرفت القعده يا بيه. اهلا زيزو بيه، حدش بيشوفك ليه. واهلا زيزو باشا، نورت القعده يا باشا. اهلا زيزو باشا، شرفت القعده يا باشا. انا مسي عليك يا باشا، وبمسي في ايد الماشا. واهلا اهلا 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 زيزو باشا. اهلا زيزو باشا، نورت القعده يا باشا. واهلا زيزو باشا، نورت القعده يا باشا. واهلا اهلا 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 زيزو بيه. واهلا اهلا 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 زيزو بيه. واهلا اهلا 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 زيزو بيه. يا اهلا يا اهلا. حتتنا ورايح جاي فيها وما نشوفكش، ده احنا بنعزك قوي يا اخي. اصل الظروف بقى ما بتسمحش يعني. منور. طيب اشرب اشرب. ما بشربش. مسا التماسي. بنمسي على الحلوين. طب خد بوسه. بوسه. بوسه ازاي يعني؟ من البوسه علشان تبقى عروسه. ما هو اصل اشرب اشرب يا عبد، ده انت ليلتك انس. اشرب يا وحش. ما بشربوش. عيب. اشرب اشرب اشرب. اكتم كمان يا بتاع. اكتم من مناخيرك اشرب. اكتم. ايه يا اخي؟ كل اللي عليك اسمه اكتم اكتم اكتم. اكتم عشان النفس يخش جواك عيني. اكتم اكتم اكتم. حاسس ان في قنبله مسيله للدموع انفجرت جوايا. مسيله مسيله هتتعدل. سيجاره؟ معايا سجاير. دي سيجاره نغم. ما بشربوش. طب اتولد على ايديا بقى. يا فل يا فل اهو كده. اشرب اشرب يا طعم.
حاجة غريبة. أنا مش سامع حاجة، مش شايف. شرفتوني. يا نهار اسود. مع السلامة. دماغي دايخة يا رجالة. مع السلامة. ده مسطول قوي مش قادر يتحرك. وبعدين يا نص؟ لا مؤاخذة يا ملكة، أصله جسمه منمل شوية كده عشان أول مرة. لا مؤاخذة. استأذن أنا بقى عشان ألحق الوردية. الوردية 6 صباحا. وهنعمل إيه يا نص؟ إحنا ولاد بلد يا ملكة، وعبد العزيز برضه راجل مجدع ويستاهل كل خير. تصبحوا على خير. اقفل الباب وراك يا نص. عينيا. عبد العزيز قوم يا اخويا، قوم، الله يخليك. أهلا. اهلا يا حبيبي، قوم. يا دي النيلة، قوم يا مجدع، قوم. امسكيهم يا معلمة. يا سلام. يا لهوي يا لهوي. على مهلك، على مهلك يا معلمة. يا معلم. ايوه. سلام. عبد العزيز، عاوز أشوف أمي قبل ما أموت. بتقول ايه يا اخويا؟ أشوف أمي قبل ما أموت. يقطعني ويقطع الحشيش وسنين. ست سعدية، أنا ماليش إلا الجيش وأمي. يا حبة عيني. أشرب مية. استنى، هجيب لك تشرب. خد، على مهلك. عبد العزيز، حاسس بايه دلوقتي؟ أنا عمري ما هدوق تاني، وعمري ما هاجي هنا. حتى لو الجو اتغير وحلاوه؟ لا لا يا سعدية، أنا بقول يعني عشان الحشيش والجو اللي هنا. هشوفك تاني يا عبد العزيز. إن شاء الله يا ملكة. خلاص، مفيش ملكة بعد كده، سعدية وبس. ما تحرمش منك يا سعدية. أقوم أنا بقى عشان اتأخرت على أمي. على مهلك. أيوه، على أقل من مهلك. هات إيدك. أيوه. يا لهوي عبد العزيز. مش قلت لك أروح أشوف أمي؟ بقول إيه؟ كويس خالص. سعدية، سلام عليكم بقى. يا سلام. أنا مروح يا سعدية. مع السلامة يا عبد العزيز. طيب. بس بعدين والنبي يا ست تنزلي علشان يشوفوني معاك. عشان خاطر اهلا وسهلا. اهلا بيك. الناصر البقال. اهلا وسهلا. ام سيد. اهلا وسهلا. ست نعمة الاميرة بنت الاصول، صحفية قد الدنيا. اهلا وسهلا. في شباب كتير من الحارة في الجيش. انا اخويا في الجيش، وكمان عبد العزيز ابن حتتنا في الصاعقة وبشرطين. انتوا ناس طيبين قوي. الله يخليك. استأذن انا بقى عشان ورايا شغل. مع السلامة يا فندم. انستي وشرفتي يا ست الكل. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اهلا وسهلا. مع السلامة. من 67 ما شفتش ابتسامة ولا نظرة فخر زي ما شفتها الأيام دي في عيون الناس. هما بيتكلموا عن الجيش والأمل
يا ريتك تعيش اللحظة دي يا عبد القادر، بدل ما تبقى كلمة اليأس والألم في حياتي. يا زينات، انا مش ناقص مشاكل. ممكن اعرف انت مش عاوز تيجي الحفله ليه؟ يا ستي مراتي معزومه، مش ممكن اقف وسطيكم انتوا الاتنين في حفله واحده. هو ده بقى اللي يهمك. طبعا طبعا يا حياتي، بس انت عارف لو ما جيتش الحفله هيحصل ايه؟ عارف يا حياتي، عارف. طيب انا هتصرف. عن اذنك يا حياتي. بتعملي ايه؟ كتاب بقراه. لازم كتاب مهم جدا. انت عارف ان كل حاجة مهمة بحب اقراها. يعني مش هتقدري تيجي الحفله؟ لا حاجة. طب يعني مش هتخلصي الكتاب ولا ايه؟ ايوه عندك حق. احسن برضه. انا شايف انك تعبانه. طول عمرك شايفني تعبانة، وانا فعلا تعبانة. ابدا يا حياتي، انا قلبي عليكي. عايزه تيجي اتفضلي، يا ريت حد طايل مراته تيجي معاه. اتفضل انت. طبعا اذنك يا حياتي. انا عمري ما كنت محتاجة لك قد دلوقتي قادر. لا لا، لو تعرف قد ايه ما كنتش سبتني، ما كنتش سبتني. الو، سفارة الجزائر؟ لو سمحت عاوزة اكلم الاستاذ عبد القادر حسين. مش موجود قدامي دلوقتي يا فندم، لكن المدام بتاعه موجود. بتقول ايه؟ المدام؟ تحبوا تكلموا حضرتك؟ متشكرة أوي.
صدقاني. وانت مصدق نفسك؟ انا قلت لك الحقيقه، وفعلا كان نفسي تيجي الحفله عشان تنبسطي معانا. معاك انت ومين؟ انت ومراتك الجديده؟ مراتي؟ مراتي مين؟ مفيش داعي تنكر، انا شفتكم بنفسي. نعمت، انا اعتقد انه كان افضل لك انك تقول لي كل جديد في حياتك، يا اما اوافق واعيش معاك او ارفض. لكن ازاي ما تكذبش وانت عبد القادر؟ انت مش فاهمه حاجه ابدا. اصل مش عاوزه افهم حاجه تاني. زينات مجرد صديقه، حاولي تفهميني. افهمني انت. ما فكرتش مره لو خنتك يبقى شعورك ايه؟ تواجه الناس ازاي؟ بقالي 12 سنه عايشه معاك،
ومستحملة كل تصرفاتك الغلط. ما حاولتش تكون صادق معايا أو مع نفسك ولو مرة واحدة في حياتك. نعم. ما تفتكرش إني دي غيرة عليك قد ما حرصي على كرامتي قدام الناس. نعمت. كل يوم الفراغ اللي بينا بيزيد. بقيت عايشة في دوامة. خلاص ما بقتش قادرة استحمل. أوه. مش قادرة. انت الظاهر اعصابك تعبانه. احسن لك تاخدي اجازه من الشغل تريحي نفسك. لا، أنا هاخد أجازة من حياتك خالص. يعني ايه؟ نتطلق. مستحيل. القرار ده بتاعي أنا. طولي بالك يا نعمت، مش يمكن بيقول الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ الحقيقة واضحة قدامي. إذا كنت أنا بنفسي. اسكتي يا فاطمة، كفاية أوي لحد كده. أنا استحملته 12 سنة. يا نعمت أعصابك كده هتتعب. مدام نعمت في زوار عشان حضرتك. عشاني أنا؟ خير. طنط نعمت. أهلا أهلا حبيبتي. ده إيه المفاجأة دي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، متشكر قوي. أهلا يا حلوة، وحشتيني وحشتيني موت. وانت كمان يا طنط. ده طب دقيقة واحدة أنا هاجيلكوا حالا. اتفضلي. اصل انا حبيتها قوي يا بابا. وانا كمان يا حبيبتي. تعالي. أنا كنت رايحة المستشفى النهاردة عشان أشوفك وأجيب لك العروسة دي. ميرسي قوي يا طنط. اصل انا حبيتها قوي يا بابا. وانا ماليش هديه؟ أجيب لك بقى ولد على بسكليت. وايه لزوم البسكليت؟ على فكرة، عاملة إيه في المدرسة يا حبيبتي؟ كويسة يا طنط، وبكرة اجازة وجاي اعزمك تيجي معانا النادي. والنبي يا طنط تقولي اه. مش معقول طنط ترفض لك اول طلب، خصوصا انك بتحبيها قوي يا داليا. ما أنا كمان بحبها. متشكرين قوي يا فندم على قبول الدعوه. عشان خاطر داليا. تمام يا فندم، ربنا يخليك يا سياده اللواء. مبسوطة يا حبيبتي؟ قوي يا بابا. وأنا كمان. بابا طنط نعمت اهي، طنط نعمت اهي. فين؟ اهي. نطلع يا بابا، يلا. أهلا يا حبيبتي، ازيك يا داليا؟ ازيك يا حلوة؟ عشاني. الله يسلمك يا طنط. تعالي. أنا سعيد جدا إني شفتك. شكرا. وحشتي داليا خالص، مش كده يا حبيبتي؟ خالص خالص يا بابا. وداليا كمان وحشتني قوي. طنط تنزلي معايا المية؟ يا ريت يا حبيبتي، بس ما عملتش حسابي. أوريكوا العم ازاي؟ قوي قوي يا روحي، وريني. داليا خايت عليكي زي ما كنت بتعرفك من زمان. يا ترى بتحبي داليا زي ما بتحبك؟ ومين يشوف داليا ما يحبهاش؟ الحمد لله. على فكرة، ازاي يا عبد العزيز؟ زي الحصان، طلع من المستشفى امبارح.
أيها الإخوة المواطنون، جاءنا البيان التالي. أقدم العدو في 9:09 من صباح اليوم على جريمة جديدة تفوق حد التصور، عندما أغار بطائرات الفانتوم على مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة، فدفن الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 في جحيم من النيران تحت الأنقاض. عن إذنك. رايحة فين؟ لازم أروح الجريدة حالا. اتفضلي يا مدام نعمة. حاضر. محافظتي الشرقية ومدرستي
لن أتمادى في وصف ما رأيت، ولكني أتساءل، هل ستطفئ هذه الضربة الدنيئة كل البسمات ونظرات الأمل التي بعثتها معركة شدوان، أم ستشعل نيران الغضب في الصدور؟ تساؤل أكتبه بدماء الأطفال الأبرياء التي سالت في بحر البقر، وأطلب الرد عليه من كل من يعيش على هذه الأرض. فاطمة، عبد القادر في المكتب ولا لا؟ مش عارفة. هنشر الموضوع ازاي من غير امضته؟ وكنت كمان طلبت منه تصريح لزيارة الجبهة، ما خلصوش؟ ما أظنش. روح شوفيه في المكتب. هروح له أحسن. اهلا يا نعمة. متأسفة، مش هعطلك كتير. تحت امرك. تصريح الجبهة جاهز. لو سمحت، الموضوع اللي جبته لك امبارح مهم جدا عشان يلحق العدد. برضه جاهز. اتفضلي. الجواب ده عشانك، عن إذنك. بقول ايه؟ هشوفك بالليل. باي باي. لكن الجبهة اليومين دول بالذات خطر، لأن الاشتباكات مستمرة يوميا بيننا وبين العدو، ووجودك هناك شيء صعب. والجبهة الداخلية كمان يا فندم خطر، حتى على الأطفال. طب نخليها زيارة قصيرة، يومين أو 3. متشكرة أوي. لقد حاولت أن أتناسى الكثير، ولكن مأساة بحر البقر حسمت كل شيء. اكتشفت وتأكدت أن ما أحس به نحوك ليس غضبا أو غيرة أو كراهية، لكنه شعور بغيض أرجو أن تعفيني من ذكره. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. هتفوت عليا امتى نروح الجبهة؟ هتصل بسيادتك بالتليفون. شكرا. كش مالك يا نبيل؟ قديمة، شوف لك لعبة غيرها. ما الملك كش من زمان. وبعدين كش مالك تاني. ولا واتزنقت يا بلبل. مش بقول لك. بقول لك ايه؟ ازاي ده يا بنتك؟ الحمد لله كويسه. تمام يا فندم. فين يا جندي؟ في اشاره جت دلوقتي يا فندم، الزياره بكره الصبح. وتاني؟ مندوبه مجله الخبر يا فندم. طب مع السلامه. شكرا. بتقول ايه؟ مجله الخبر؟ يا خبر ابيض، عن اذنك. مغلوب. اسكت. الو، مين؟ الو، علي صوتك مش سامع. محمود، ازيك يا محمود؟ الله يسلمك. انت فين دلوقتي؟ الو الو، محمود محمود، الو.
وأنا في هذه الدوامة من عمري أتوقف معكم عند هذا الإحساس، إحساسي من خلالكم بأني جيش بأكمله، جيش يتحرك داخل قلبي الصغير. وقلبي اليوم مثل قلب كل واحد فيكم ساحة حرب وواحة حب. ألا ليت الدنيا كلها تشهد معي. مالك يا نعم؟ متضايقة؟ لا أبدا أبدا. الغارات دي بتحصل لنا كل دقيقة، تعودنا عليها يا ستي. الناس هنا عايشين بإيمان كبير، مشاعرهم وإحساسهم واحد، كلهم خايفين على بعض. الحرب قربت بينهم. مالك؟ مش عارفة يا محمود، مبسوطة وخايفة، حاسة كده إني ببتدي حياتي من جديد. الله، وحشني كلامك الحلو. مش بقولك صحفية لوز وزي القمر. زي ما أنت ما اتغيرتش. هو أنا لحقت؟ الله، إيه؟ استنى يا محمود. في إيه بس؟ ظريف قوي الولد ده. قوي. دقيقة واحدة. اسمك ايه؟ نسيتي. خد شوكولاتة. انت مبسوط؟ حب بوسة. لا. خايف مني؟ انا مش خايفة منك. استقصدني يا ولد الكلب. نعم. نعم. رد عليا. نعم. نعم. سندي عليا. تمام يا فندم، في اشاره عاجله طالبين سيادتك في المنطقه. طيب، هسيبك 5 دقايق وهرجع تاني على طول. عن اذنك. عن اذنك. الحمد لله جت سليمه المره دي الاصابه سطحيه، وعشان كده مش هتقعدي كتير، يمكن تباتي ليله واحده.
هبات هنا؟ من باب الاحتياط. هي دي النقطة. دشمة حصينة جدا ومخزن ذخيرة 20 كيلو داخل خطوط العدو. المدفعية الأرضية ما قدرتش عليها، مطلوب مننا اقتحامها ونسفها من الداخل. في تدعيم من قوات أخرى يا فندم؟ الأول مدفعيتنا هتمهد لنا الطريق بقذفة قوية. هنستفيد من كده إن كل عيون العدو اللي بتراقبنا هتخش تحت الأرض، وفي نفس الوقت المدفعية بعيدة المدى هتضرب على مدى أبعد من الدشمة، وده يعمل ستار من نيراننا وراهم يمنع عنهم أي نجدات. أهم حاجة في العملية دي عنصر المفاجأة. متوقف على العملية دي حاجات كتير، جزء منها سياسي، والتاني إن العدو لما يعرف إن إحنا قدرنا ندخل 20 كيلو في العمق يبقى نقدر ندخل 200 كيلو. العملية خطيرة. ربنا معاكم. أي خدمة؟ شكرا. أيوه. مدام نعمت. اتفضل، عن إذنك. أهلا عبد العزيز. سلامتك يا فندم. أنا لما عرفت إن سيادتك هنا خدت إذن ساعتين علشان أشوفك وأطمن عليكي. متشكرة. متضايق من حاجة يا عبد العزيز؟ أبدا يا فندم، بس سعدية مش كده؟ حصل إيه؟ اتكلم. أنا لما كنت معاها آخر مرة قالت لي إنها حامل. معقولة دي؟ أتجوزك إزاي؟ الناس تقول إيه؟ وأمي وأصحابي. لا، مش ممكن هتجوزك. خلاص، ما تشغلش بالك بالجواز ولا تزعلش نفسك. إزاي وأنت مش عايزة تنزلي اللي في بطنك؟ لا لا يا عبد العزيز. يعني هيبقى ابن حرام؟ ما تقولش كده. ده ابنك. هتنزليه. ما يهونش عليا، ده حته منك. سيبهولي، انا مش طالبه منك اكتر من كده. يعني مش هتنزليه؟ لا لا. طب يا سعدية، مش هتشوفي خلقتي بعد كده أبدا. عبد العزيز، عبد العزيز. أنا جبان وغلطان. لازم أنزل وأتجوزها. لازم ألحقها قبل ما تعمل في نفسها حاجة. أيوة يا عبد العزيز، ما دام بتحبها يبقى لازم تتجوزها. الست اللي ادتك حبها وقلبها ما تبخلش عليها أبدا باسمك. أرجوك يا فندم، ساعديني. مش قادر أتكلم مع حد غيرك. ما دام أنت صادق مع نفسك وتقدر تتحمل مسؤولية ما تخافش. وكمان يا فندم في موضوع تاني. مش عايز أمي تزعل. إذا كانت المشكلة أمك أنا أقدر أقنعها. اتفقنا؟ صباح الخير. سيادة المقدم محمود، صباح الخير. تمام يا فندم. بتعمل ايه هنا؟ أنا يا فندم أصل عبد العزيز عاوز يسافر. ليه؟ أعصابه تعبانة شوية. العسكرية ما فيهاش حاجة اسمها أعصاب، في عيان وسليم. صدقني عنده مشكلة كبيرة. كلنا عندنا مشاكل، وده عسكري ممتاز واحنا محتاجينه. عندنا شغل الليلة يا عبد العزيز، فاهم شغل يعني ايه؟ تمام يا فندم. تعبان؟ لا يا فندم. عيان؟ أبدا يا فندم. أعصابك تعبانة؟ لا يا فندم. طب استناني عند العربية. حالا يا فندم. هتوحشيني. رايح فين؟ عندي شغل مهم. هبعتلك الضابط صلاح عشان تنزلي مصر على طول. عن إذنك. الخدمة اللي تعملها لي سيادتك إنك تلحقي سعدية قبل ما تعمل في نفسها حاجة. أنا في عرضك يا ست نعمت. قولي لها إن أجازتي بكرة، وأول ما هوصل هكتب كتابي عليها. هعمل لها فرح، هتجوزها قدام كل الناس. أنا مش جبان يا ست نعمت، أنا بحبها قوي. طيب يا عبد العزيز، اديني نمرة البقال اللي جنب سعدية.
فين النمرة؟ هيا يا فندم. السلام عليكم. ما نتحرمش منك. مع السلام السلامة. عليكم. سعدية، يفهم السويس بسرعة يا سعدية. سعدية، يفهم السويس بسرعة يا سعدية. ايه يا سعدية؟ عبد العزيز، على مهلك يا سعدية. ده احنا لسه ما عملناش حاجة. خلاص يا ام سيد، خلاص ايه؟ مش هنزله. على مهلك، على مهلك يا سعدية، على مهلك، على مهلك. ايوه يا سعدية، ازيك انت؟ انا نعمة. وحشتيني قوي يا ست نعمة. ازيك؟ نفسي اشوفك. وانا كمان يا سعدية. عبد العزيز نازل مصر بكرة عشان يتجوزك. بتقولي ايه؟ عشان يتجوزك بكرة. بكرة؟ ايوه يا سعدية. والنبي اكيد بكرة. يتجوزك بكرة. النبي يجعلك في كل خطوة سلام. قادر يا كريم. مع السلامة. مع السلامة يا ست الستات. يا سلام يا رب، أنا بحبك قوي. خير. كل خير. الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب. احنا بنشكرك على التحيات الصحفية اللي بتكتبيها عن جنودنا. ده واجب عليا يا فندم. أي خدمة تانية؟ أنا عارفة إنه تصريحي يخلص النهاردة، بس أنا عاوزة أستمر، لأن الموضوع اللي ابتديت أكتبه لازم أكمله، والمفروض إن أعيش لحظات كبيرة أشارك فيها زي أي جندي في الجبهة. الموقع اللي سيادتك هتروحيه متعمدين من مدة إنه يبقى هادي. مش فاهمة يا فندم. إذا كان ممكن تشاركي زي ما بتقولي فالمفروض إن وجودك هناك يخفف عن الجنود. إزاي؟ وهم هيعملوا جو مرح وضحك ورقص، وممكن تاخدي منهم أحاديث صحفية. متشكرة قوي يا فندم. معقول. مش قلت لك أنا تحت المفاجآت؟ اتفضل، هدية بسيطة. شكرا. ايه الحكايه بالظبط؟ هتساعد في حركه التموين يا فندم. من غير ما اعرف. انا معايا امر عسكري من قائد المنطقه اشتراكها يعني. ما دام كده خلاص. اتفضلي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا فندم. تمام تمام. رقصت يا جدع. اتفضل. تعال 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 بس.
Ça va? Il danse. Rien de nouveau. Tu vois bien? Et petit. Oh. allons manger. فرحتنا والصحبة غريب والغريب أو فيصل والمسند العب معايا سلامة. العملية بتاعت النهاردة صعبة وعايزكم تشدوا حيلكم يا رجالة. كل واحد يتمم على الشدة وعلى معداته كويس. حاضر يا فندم. تمام يا فندم. تمام؟ كله جاهز للعملية؟ كله تمام يا فندم. ايوه من سيادتك. شكر أوي. ربنا معاكم. يلا يا عبد العزيز. اجهز يا نبيل. على الله يا فندم. يلا بسرعة. لا بصراحة جاهز؟ جاهز. شد حيلك. كل واحد عارف دوره ايه. خلوا بالكم لان الدشمة دي محصنة جدا ونجاح العملية دي متوقف عليه اشياء هامة. اي اوامر تانية يا فندم؟ تمم على جميع الافراد اللي في المواقع التانية. تمام يا فندم. ربنا يوفقكم. ربنا معاكم. ربنا يحفظكم. قلبي معاكم. مع السلامة. اتفضلي اقعدي.
الو، اسد معك، حول. مهدي يتكلم. دمرنا الهدف. العدو يمد بامدادات كبيره. حول. انسحب فورا. انتهى. الو الو الو، نمر، حول. المدفعية تغطي انسحاب العملية فورا. حول. انتهى. كله تمام يا فندم. الموقع عبيد عن اخره. فين يا عبد العزيز؟ لسه ما ظهرش. روح شوف بسرعه. حاضر يا فندم، حاضر. معطلني عن جوازي ليه؟ ها؟ أنا عايز أتجوز. طبعا مش فاهم يا حمار. قدامي خفيف. قدامي. ايه ده يا عبد العزيز؟ أنا جايب معايا هدية يا فندم. مش وقته. الانسحاب لازم يتم بسرعه. ده هدية جواز يا فندم. هتتجوز امتى؟ أول ما هرجع مصر على طول يا فندم. احتفظ بيه. قدامي خفيف. يلا حتى أبوك. عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، معايا. مش لازم أموت يا فندم. عبد العزيز، في حاجة لازم أعملها قبل ما أموت. كل مرة برجع سليم. اشمعنى المرة دي؟ هترجع يا عبد العزيز، هترجع ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. عبد العزيز، عبد العزيز. يلا بسرعة. عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز. سعدية، ابني، مراتي، سعدية، قدام ربنا واللي ببطنها ابني.
مبروك يا عريس. هروح لأم عبد العزيز. مبروك يا عريسنا، عقبال المولود في اللفة، وعقبال كمان ما نشوفه عريس زيك ونيجي نغني له في الزفة. سعدية، ايه؟ عبد العزيز غير رأيه. عبد العزيز اعترف قدام كل الناس انك مراته، واللي في بطنك ده ابنه، وهياخد معاه شهيد. مالك يا نعمت؟ خايفة. مالك؟ خايفة من بكرة. لازم دايما ندي الأمان لبكرة. وبعده وبعده. احنا الاتنين لازم ندي للزمن الأمان. هو فين الأمان؟ أنا مسافر بكرة الجبهة. مش قلت لك؟ هرجع تاني، راجع عشانك، وكل أمل إني أشوفك. امتى؟ زي النهاردة، وفي نفس المكان، الساعة 6 المغرب. الو نعمت، الحمد لله على سلامتك يا نعمت. بتتكلمي منين؟ عملت ايه في الورقة اللي سبتها لك؟ ايه؟ من فضلك نفذ طلب. تعالي يا نعمت. مش راجعة البيت تاني. نعمت، انا بعرض عليكي اقصى ما عندي، لكن طلاق مستحيل يا نعمت. مش راجعة البيت تاني. مع السلامة. فيه فرق كبير جدا بين المخاطرة وبين الانتحار. موقفكم ده مجرد حماس واندفاع أعمى. على العموم، إذا كان الدافع هو الإحساس بالوطن، فالأولى بشباب زيكم إنه يركز على دراسته وتسلحه بالعلم عشان يبني نفسه ويبقى. ده منطق الاستسلام يا أستاذ عبد القادر. بعد إذنكم يا جماعة. قصر الكلام إنكم لازم تسيبوا قرارات الحرب والسياسة للسياسيين اللي فاهمين أسرارها أكتر مني ومنكم. طب ليه سيادتك ما بتديهمش فرصة الكلام؟ مدام نعمت، عمر الكلام ما هيجيب نتيجة. أبدا. المسألة مسألة شجاعة وحرية رأي. مادام تقدر ليه ما بتناقشهمش؟ أنا مش عايز أزود التمزق اللي هما فيه. بالعكس، دول شباب مناضل غير ملوث.
شباب لسه ما استريحش على كرسي وقالوا له يا بيه. يعني عاوزاني اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان لو قواتنا نزلت القناه اسرائيل هتغطيها بنقل من درجه حرارته تشوي السمك اللي في القاع. دي مبالغه منك يا استاذ عبد القادر. لازم نفهم ان احنا مش بنحارب اسرائيل وبس، احنا بنحارب امريكا. دي دعوه للهزيمه. دي حقيقه واحده من الحقائق. مرارة 67 هي اللي غرزت الحقيقه دي جواك. شباب مصر كلها وجنود 67 انا شفتهم بنفسي على خط النار. ناس عظماء قدروا يعملوا حاجه وهيعملوا كتيرة جدا. عشان كده ارائك في ناحيه والناس في ناحيه. افتكر الاستاذ عبد القادر قال كل اللي عنده. اتفضلوا يا جماعه. فعلا انا ما عنديش كلام اقوله لهم. انت اتأخرت قوي يا بابا. قوي يا حبيبتي. يمكن نسيت المكان او يمكن الميعاد بكره. يمكن يا حبيبتي. انا حبيتها قوي يا بابا. يا ترى هشوفها تاني؟ مين قالك تتجوز زعيمة؟ انا مش لاقي حل. اسمع، انا احب اللي يبقى معايا انا وبس. غريبة، انت متمسك بيها قوي كده ليه؟ تبقى بتحبها؟ حاجة من اتنين، يا تروح تركع تحت رجليها عشان ترضى عنك وترجع لك، يا اما تشتري مركزك وكرامتك وتطلقها. إلى ما الصمت ولماذا تسجن كلمة حق؟ نعم نريد الحرب لأننا نريد السلام الذي نفرضه نحن ولا يفرض علينا. ما قيمة الحب والحياة في ظل العار؟ لا، لن نموت أذلاء مرتين، فخير 1000 مرة أن نموت واقفين من أن نعيش راقعين. ماذا أنتظر وكأنني المسؤول عن كل شيء؟ فليكن إذن، وإذا قدر لرسالتي هذه أن تصل إلى يدك فلك أن تعتبرينها موعدا للقاء. انا داخله انام يا بابا. عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهلي. روحي نامي دلوقتي وخلي دادا تغطيكي كويس. حاضر. أيها الإخوة والأخوات، سوف أتخذ قرارين أقصد بهما أن أفتح الباب لكل فرد في هذا الوضع. سوف أطلب إلى وزارة العدل أن تسحب كل قضايا الشباب من أمام المحاكم. الثاني، سوف أصدر قرارا بعودة جميع الصحفيين الذين أبعدوا بقرارات لجنة النظام. مع السلامة يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابا. اوعي تلعبي بره. هترجع امتى يا بابا؟
قريب يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. ترجع لنا بالسلامة يا رب. ربنا معاك يا بابا. الو، مين بيتكلم؟ انا طنط نعمة يا داليا. ازيك يا طنط نعمة؟ كويسة خالص. وحشاني خالص. وانت كمان يا حبيبتي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ انا عايزة اشوفك يا طنط نعمة عشان بحبك خالص. بابا فين يا حبيبتي؟ بابا سافر وساب لك جواب قال لي اديهولك، والنبي تيجي يا طنط نعمة عشان اشوفك. حاضر. مع السلامة. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبتي. ازيك يا داليا؟ الله يسلمك. وحشاني قوي يا طنط. وانت اكتر يا حبيبتي. نعمت، لن أعاتبك، وقد أخلفت موعدي وتحاشيت الاتصال بي، فأنا الآن أكاد أجزم بأن نظراتك الحانية كانت تخفي تساؤلا حائرا: من أكون؟
أنا معايا شهادة تمريض، ومن حق بلدي عليا إني أشترك في معركتها. ده واجب يا فندم ما تحرمنيش منه. ده شعور عظيم جدا. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. محمود محمود محمود، كلمني. أنا دورت عليك في كل حتة، كنت زي المجنونة عشان ما كنتش عارفة أشوفك. محمود، أنا كنت في المعتقل وخرجت من 6 أيام وجيت لك على طول. نعمت، أنت أقوى من أي إصابة. أنتم رمز الأمل مصر العظيمة. انت لازم تسيبيني دلوقتي. وراكي مسؤوليات كبيرة. زملائي محتاجينك. حلوهم يا نعمت. خلاص أنا جنبك. أنا خلاص. لا لا، خدي بالك من داليا. لا يا محمود، خدي لا. بالك. داليا، أنا محمود. محمود
أغلى الناس بتقول.